توهمتم بأن ضياءنا يغرب ونور شموسنا أحجب، فزدتم من توهمكم بأن حلمنا يهرب وصوت هديرنا يشحب، فكل ظنونكم تكلى فأنتم أمة تكذب. فكان الرد من عاصمتنا الأبدية والحبيبة عدن حين أرقى صحفيو وإعلاميو الجنوب عنان حروفهم ورسموا طريق روعتهم بمداد دمائهم ودماد الشهداء. ناقشوا الجمال على وريقات المجد وعانقوا الأمل على أرض النصر والهوية والتاريخ. هنا حيث يكون لكتابة الفرح حروف ثائرة مفعمة بالنصر والحيوية، سجلت في فصول النضال إنجازا جنوبيا خالصا يرتفع الآن من سماء العاصمة البهيج والمبهج عدن. إنه صوت النصر، صوت الإعلام الجنوبي وصيحة ضميره الذي نتغنى به ويتردد صداه صادحا في كل أنحاء جنوبنا الحبيب بفرح وابتهاج على وجوه الآلاف من الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الذين همشوا وأقصوا وحوربوا طيلة أعوام مضت 32 عاما دمرت الاحتلال أرضهم ومؤسساتهم ومؤسسات دولتهم. فها هم اليوم ينتزعون كرامتهم في مؤتمرهم العام الأول، حفروا صبرهم وأملهم يروا اليوم ضوء الشمس الذي ينجلي به ظلام حياتهم، فرحون بهذا الضوء الآتي كحلم طال انتظاره، وهم بتقدم واندفاع نحو غاياتنا العظمى معانقين شمسا قد أشرقت اليوم من العاصمة الحبيبة عدن.